هل عارف ان البرمجة ممكن تكون السبب الوحيد عشان تقدر تفضل موجود في السوق؟ اعرف ليه لازم تبدأ دلوقتي. في 2025 البرمجة هتبقى اكتر من مجرد مهارة، هتبقى أداة بقاء. ازاي لو ضيعت الفرصة دي؟ هل هتحس بالندم؟ البرمجة ممكن تكون السبب في استمرارك في المنافسة أو خروجك منها في المستقبل القريب. في الفيديو ده هقولك ليه البرمجة مش بس للمبرمجين، لكنها مهارة أساسية لأي حد عايز يبقى في المستقبل. جاهز تكتشف معانا؟ تابع معانا. هل فكرت يوم إن البرمجة مش هتبقى بس وظيفة؟ في المستقبل القريب البرمجة هتبقى اللغة الوحيدة اللي هيتكلم بيها العالم. كل حاجة هتبقى معتمدة على التكنولوجيا، وكل مهنة هتحتاج على الأقل فكرة عن البرمجة. الشركات اللي مش هتواكب التكنولوجيا هتكون محكومة عليها بالفشل. ببساطة البرمجة هي أداة البقاء في عالم سريع التغيير، ولو عايز تفضل في السباق لازم تبدأ دلوقتي. البرمجة مش مجرد وظيفة تانية. لو مش عارف برمجة انت متأخر عن الباقيين. في 2025 كل مجال هيعتمد على البرمجة، من الرعاية الصحية اللي بتستخدم الذكاء الصناعي، التعليم اللي بيستخدم الأنظمة الذكية في التعليم. ولو مش بدأت دلوقتي هتكون خارج المعادلة. في المستقبل القريب مفيش وظيفة من غير ارتباط بالتكنولوجيا. هل فكرت يوم في الحرية المالية؟ البرمجة هي الطريق الأقوى ليها. كل يوم الفرص بتتضاعف. مبرمجين ابتدوا من الصفر والنهاردة هم أصحاب شركاتهم الخاصة أو شغالين في مشاريع ضخمة. البرمجة هتخليك متحكم في مستقبلك. لو بدأت دلوقتي يمكن تكون انت التالي اللي يحقق نجاح كبير. مستعد تكون جزء من التحول ده؟ هل نفسك تبقى جزء من أكبر اختراعات المستقبل؟ البرمجة هي الأساس ورا كل الاختراعات التكنولوجية الكبيرة، من السيارات الكهربائية، الذكاء الصناعي، الطيارات من غير طيار. لو تعرف برمجة دلوقتي هتقدر تبقى جزء من الاختراعات دي اللي هيغير العالم. في المستقبل انت هتحدد اذا كنت هتنجح ولا لا. تعلم البرمجة يعني انك هتقدر تشتغل من اي مكان في العالم وفي اي وقت. هتكون جزء من التحول الرقمي. لو كنت عايز الاستقلالية البرمجة هي المفتاح. هل انت مستعد تخوض التحدي ده؟ في النهاية البرمجة مش مجرد مهارة، هي مفتاح المستقبل. لو استنيت اكتر من كده هتلاقي نفسك مش موجود في المعادلة. هل هتكون هنا لما يحصل التحول؟ لو كنت مستعد للمستقبل لازم تبدأ تعلم البرمجة النهاردة، لأن المستقبل مش في انتظار حد.